عسلامة عسلامة الناس الكل، جيت اليوم باش نكمل لكم الحكاية وين وصلت مع وليد النهدي والإعلامي نوفل الورتاني. كما تعرفوا معناها بعد الحادثة وليد النهدي معناها كان متواجد في برنامج ضيفنا على كيفنا، وتحدث على الحادثة اللي صارت ما بينه هو وما بين الإعلامي نوفل الورتاني. اللي وقت اللي تواجدوا مع بعضهم في محل حلاقة في المنزل الخامس، إنه كانت الحكاية معناها متفاهمين فيها الزوز وإنها تمثيلية من أجل البوز. هذاك علاش معناها مسكتش الإعلامي نوفل الورتاني، وخرج على الصمت متاعه وكذب الرواية اللي حكاها وليد النهدي في تدوينة خاصة على حسابه، وقال إنه رفع قضية منذ اليوم الثاني للحادثة بتهمة الاعتداء المادي واللفظي والتشهير، وقد ترفع عن الحديث في الموضوع في وسائل الإعلام احتراما لإجراءات العدالة. هذاك هو حاسين إن شاء الله ربي يهديهم. ماهيش معناها من مقامهم إنهم يعملوا الشوشرة هذية والحكايات هذوما، البلاد مش ناقصة، وإن شاء الله نتلاقاو في موضوع جديد.